السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة انا في مطبخ بيتي كسبت منه. فانا قلت اطلع اعمل عنه ريفيو. لو الاكل عجبني هقول اسم المطعم، اسم المطبخ يعني. خليكم معايا. طبعا دلوقتي هفتحه، خليكم معايا بقى. بس انا هوريكم ان هو جاي الكيسة والاكل جاي سخن، يعني الاكل جاي سخن ودي حاجة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بقى بعمل دعايه ولا حاجه خالص، بس انا لو الاكل عجبني هقول اسم المطبخ البيت اللي هو البيت يعني. فكرة انا مش عارفه افتحه، خليكم معايا. اوبا جاي سخن. ده ايه ده بقى؟ ده ايه ده؟ شكله البانيه. ده شكله البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البانيه. بصوا، ده البانيه وانا هدوق البانيه. بصوا، هو البانيه معمول بدقيق، مش معمول فيجيتار، صح يا ماما؟ البانيه لا فيجيتار. ده فيجيتار. بقسماط. بقسماط. مش فيجيتار. بقسماط هو مثلا اتعمل حسب الظباط دلوقتي. ايوه، بس مش فيجيتار يعني. احنا بنعمله عندنا احنا بفيجيتار. بسم الله الرحمن. بصي، هو الفراخ من جوه شكلها حلوه. لا، هي طعمها حلو مش وحش. في تتبيله هي عاملاها جوه في الفرخه. في تتبيله في الفرخه من جوه. حلو مش وحش. اه. طيب قولي كده. طعمه حلو مش وحش. هفتح ده. بصوا بقى دلوقتي ايه، هفتح بس البنهايه كبيره، يعني البنهايه مش صغيره، البنهايه كبيره. هم 4 كده. المسابقه كانت 4 كده وكده، فالبنهايه كبيره مش صغيره. انا قبل ما افتح الثانية هاخد وقت يعني، هتحكوا عليا وكده، بس هي مغلفات كده يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده في كوسة، وفي ده محشي مشكل يا جماعة، مش كرومب وبتاع. لا لا، بصوا، لا ما شاء الله يعني. اهو اهو الطبق كبير ما شاء الله عليه يعني. في كوسة وفي بتنجان وفي كله. خليكم معايا. بصوا، هو ريحة المحشي حلوة الصراحة. انا ما بحبش المحشي اللي هو من بره ده، اللي هو عموما المطاعم والكلام ده. انا بحب المحشي بتاع ماما وخالته، سوري بقى. بس هدوق دلوقتي المحشي الكرنب. بصوا، المحشية مش طالع منها رز، ريحتها حلوه. حاطه حاطه حاجه فيهم، بس حاطه حاجه حلوه فيهم. لا حلو محشي الكرنب، مش معجن يا جماعه، حلو. والاكل جاي سخن، ده احلى حاجه. انا كنت شاكه ان الاكل اصلا يجي بارد والنور مقطوعه بقى وكده، فمش هسخن. الله، في مزازه حلوه، طعمه حلو. الكرنب والورق عنب طعمه حلو قوي. هندوق بقى ايه، هيحطولي كمان كوسه وبتنجان، فيعني ثانك يو بجد قوي. عشان انا بعشق حاجه اسمها كوسه. ودلوقتي هدوق ايه. سوري والله، لان في اغاني وكده فانا مش عارفه اصور الفيديو. بصوا الورق العنب ملفوف ازاي، شايفه اللفه؟ اتعلمي. انا اتعلم دي، انا ايوه. ما بعرفش الفه. لا، لفه حلوه يعني انا بلف وحش. والله، اللفه حلوه. بصوا، ايوه مين يشهد. ايوه والله اللفه حلوه، شكلها بجد اللفه حلوه، مش طالع منها رز وكده. بصوا، حاطه حاجه جوه المحشي، مش عارفه هي حاطه ايه. ندوق بقى ايه.
هندوق البتنجان. بصوا هو انا مش من هوايتي البتنجان يعني، عشان ما اكذبش عليكم انا ما بحبش البتنجان قوي، بس هدوق. بس انا عايزه اوريكم بتنجانيه ازاي، بس الحمد لله عملتها. بصوا ده شكل البتنجانيه. حلو البتنجان مش وحش. لا حلو البتنجانيه مش وحش. انا هقول لكم ايه الحاجه اللي حبيتها بالترتيب. دلوقتي بقى هندوق ايه؟ الكوسه. اجيبها منين بقى الكوسه؟ اجيبها منين؟ هو الطبق كبير على فكره يعني، الطبق عندها مش صغير. بسم الله. انا المفروض كنت اصوره قبل ما اكله، بس مش مشكله اصوره بعد اكله. كوسه دايبه. لا جماعه حلو قوي. بص بقى، هو المطبخ ده اسمه مطبخ ايمي. ممكن احط لكم صورته هنا. الحاجات اللي انا حبيتها بالترتيب، محشي الورق العنب. انا بصوا بحب طبعا. بصوا انا اسفه جدا والله، بس الصوت فعلا في الشارع. بصوا انا عايزه اقول لكم اكتر حاجه عجبتني زي ما قلت لكم، محشي ورق العنب عجبني قوي عندها. ده اول حاجه عجبتني عندها. وبعد كده انا صورت لكم البتاع برضه، هوريكم شكله. محشي الكوسه عجبني برضه. محشي الكرنب حلو برضه قوي. ومحشي البتنجان برضه عجبني. بس انا طبعا قلت لكم انا اخر حاجه بحبها محشي البتنجان، فحتى لو مين عمله بطعم ايه، انا محشي البتنجان مش بفضله اصلا. والبانيه برضه طعمه حلو قوي عندها. بس زي ما قلت لكم هو المطبخ اسمه مطبخ ايمي. هحط لكم شكل صورته يعني هنا ماشي. او عموما هحط لكم يعني في اول الفيديو يعني شكلها ايا كان. بس فروحوا اطلبوا من عندها. صح مطبخ ايمي في اسكندريه بس، يعني اي حته من بره مش متاح، هو متاح التوصيل في اسكندريه بس. وكده كده يعني بجد بجد اكلها كله على بعضه طعمه حلو يعني، اكل بيتي طعمه حلو. بس فانا الاكل عجبني. ان شاء الله برضو اللي يطلب منها الاكل يعجبه، واي حد يطلب منها يقول لي الاكل عجبه ولا لا. بس كده، باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.